فيها حب، فيها وجد واشتياق. صاحبنا اللي هيحكي القصة النهاردة اسمه مشعل، عنده 24 سنة. عيلته مكونة من 4 أفراد، هو وأمه وأبوه وأخته. مشعل شخصيته اجتماعية جدا وبيحب أصحابه وناسه، وشغال في وظيفة كويسة جدا وبتساعده يصرف على البيت، خصوصا إن أبوه كان شغال تاجر وفي نفس الوقت شغله كان قوي جدا. بيتهم بقى كان عبارة عن دورين وحجمه كان معقول، يعني الدور الأرضي كان فيه صالة الضيوف، والدور التاني كان فيه أوضة الأب والأم وأوضة مشعل وأوضة أخته الصغيرة. يرجع بينا بقى مشعل سنتين لورا، كان وقتها لسه مخلص جامعة وشغال في وظيفة بسيطة، وحياته كانت لعب وخروجات مع أصحابه. وأهم أصحابه دول كان صاحبه رشيد اللي عارفه من ابتدائي بسبب إن أمه كانت صاحبة أم مشعل. في يوم من الأيام بقى بعد صلاة العشاء، رشيد بيتصل بمشعل بصوت غريب وجاد. ويرفض إن هما يتكلموا في التليفون، ويصر إن هما يتقابلوا عشان يعرف يحكيله. مشعل يمشي بعربيته لحد بيت رشيد وهو حاسس إن في حاجة مش طبيعية. رشيد يوقف مشعل على جنب الطريق ويقعد يسأله سؤال غريب جدا: إمتى آخر مرة شفت أمك جت بيتكم؟ مشعل يستغرب ويقول إن هو مش فاكر. رشيد يبدأ يحكي له القصة من الأول. رشيد يحكي إن أخوه فهد عنده متلازمة داون وكان صعب التعامل معاه، وإخواته البنات ما كانوش قادرين يساعدوه لأن كل لما يجي يساعدوه فهد كان بيضربهم، فأهله جابوا خدامة تساعدهم في رعايته. الخدامة دي واللي لسه مشعل نفسه شايفها قبل كده كانت صغيرة في السن وكان شكلها حلو يعني. في يوم من الأيام أبو رشيد دخل البيت وهو متضايق جدا، وحصل شجار بينه وبين الأم. وفي لحظة غريبة الأب طلق الأم بالتلاتة قدام الخادمة نفسها من غير أي سبب واضح. الأم اتصدمت جدا لدرجة إنها أغمى عليها من الصراخ. العيلة للأسف بقت في وضع مادي صعب جدا، وأخت رشيد الكبيرة هي اللي بقت بتصرف عليهم. مشعل يرجع البيت وعقله مشغول تماما بالحكاية اللي سمعها. الأيام بتعدي وهو بيحاول ما يقربش الموضوع تاني، لحد ما بعد كام شهر رشيد يتصل بيه تاني ويطلب منه طلب مهم. رشيد بيتصل بمشعل وبيقول له انه عايز يبدا قناه على اليوتيوب زي القناه اللي انا عاملها لك كده. اخويا اعمل لايك، عايزين نوصل 7 مليون مشترك يا اسطى. المهم بيقول له ان هو عايز يبدا قناه على اليوتيوب لمحتوى تحديات ورعب وكده يعني، واول فكره انهم يصوروا جوه بيت مهجور جنب بيتهم. رشيد بيحكي ان البيت ده كان بيت واحده اسمها ام عباس. ام عباس دي كانت واحده معروفه انها بتعالج الحريم بالقراءه الشرعيه وكده يعني، لحد ما جالها واحده ملبوسه بالسحر اسود، وبعدها ام عباس اختفت فجاه وسط ظروف مش معروفه. وبعد فتره اكتشفوا انها ماتت جوه البيت من غير ما حد يلاحظ. مشعل يوافق يساعده يصور بس مش مقتنع، ويجي رشيد ومعاه كاميرات الإضاءة من عند أخته ويمشوا سوا للبيت في نص الليل. في الطريق للبيت كانت دايما بيحصل حاجات غريبة جدا، زي قطة سودا بتموت فجأة قدامهم، ومشعل بعدها بيتوتر جدا ويطلب يرجعوا، بس رشيد يصر ان هو يكمل. بيوصلوا للبيت فعلا، ورشيد يقول ان الصراخ اللي كان بيتسمع زمان كان طالع من سرداب تحت البيت. فبينزلوا يكتشفوا المكان، ورشيد يمسك الكشاف ويمشي قدام. فجأة رشيد يوقف مشعل ويطلب من مشعل يقعد مكانه ويستنى، وبيعترف له ان هو مخطوب لكان غير مرئي، او بمعنى صح لجن. بيقابلوا بقى كل ليلة في البيت ده، وإن في زواج هيتم بعد شوية، وإن حياته كلها موقوفة بالزواج ده أو مرهونة بالزواج ده. مشعل يتصدم، ورشيد يطلب منه على طول عشان مفيش وقت يروح يجيب ديك عشان يتم الزواج. ومشعل يحس إن صاحبه فقد صوابه، بس برضه يقرر يطلع بره البيت ويدور، ويلاقي فعلا ديك قريب من شجرة جنب البيت. بدل ما يرجع بالديك، مشعل يقرر يركب عربيته ويروح لبيت إمام المسجد اللي كان قريب، وفعلا بيحكي له على كل اللي حصل. وإمام المسجد بيطلع معاه بسرعة ومش مصدق الكلام اللي هو قاله. لما يوصلوا المكان ما يلاقوش البيت. يعني ايه البيت كان موجود هنا؟ فالشيخ يهديه ويقعدوا يدوروا لمدة طويلة لحد ما يلاقوا أخيرا مستخبي وسط شجر. ينزلوا السرداب لحد ما يلاقوا رشيد مغمى عليه وحاطط راسه على الحيط. يشيلوه بصعوبة ويطلعوه وياخدوه على المستشفى، وهناك يبدأ يرجع من بقه لحظة ما الشيخ يبدأ يأذن. رشيد يفوق بعدها بساعات ويقول لمشعل جملة تصدمه: لو جبتلي الديك كنت هتبقى شريكي في الموضوع، ليه ما جبتش الديك؟ وبس كده يكون الجزء الاول خلص. كنت موقف بقالي فترة، بس انا قررت يعني ان شاء الله هرجع لو لقيت دعم في الفيديو ده، فبإذن الله هنزل لكم الجزء التاني. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات عايزين ايه تاني. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبحرت في وجعي في حرقة الذنب فيه.